ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده البسكوت القمر اللي انتوا شايفينه ده، البسكوت الحلزوني. بسكوت اقتصادي جدا وفي 10 دقايق كده هتعمليه. وغير كده وكده يعني مكوناته ان شاء الله موجودة عندنا في البيت، مش مكلف خالص، ببيضة واحدة بس وكوبايتين دقيق هنعمل كمية حلوة من البسكوت اللي انتوا شايفينه ده. لزوم بقى ايه، الجو برد محتاجين كده ايه، بسكوتة كده ولا حاجة مع كوباية شاي او كوباية قهوة بتظبط المزاج كده. يلا حطوا لايك للفيديو الحلو ده وتعالوا نشوف هنعمل البسكوت القمر ده ازاي. معايا هنا الطبق اللي هشتغل فيه، هحط نص كوباية من السكر، والسكر هنا عندي حبيبات ناعمة قوي وابيض لونه فاتح، ضروري يكون لونه كده فاتح، او تحطي سكر بودرة. ونص كوباية من السمنة او ممكن زبدة، لكن بلاش زيت هيكون مقرمش قوي بالزيادة مع البسكوت. وهنضرب كده بالمضرب اليدوي، هضربهم مش حبة حلوين يعني لغاية السكر ما يدوب معايا والخليط لونه يفتح كده. ممكن تسهل على نفسك الخطوة دي وتطحني السكر، هيكون اسهل بكتير. بعد كده ضفت بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، يعني مطلعها من التلاجة من قبلها، وحاطة شوية من الفانيليا، رشة فانيليا كده، وبرضو هخلطهم كده بالمضرب اليدوي لغاية البيضة ما تختفي معايا تماما ويكون القوام كريمي معايا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة شاي كده ممسوحة، هخلطها هنا مع السوائل عشان يعني اضمن هي تتوزع معايا كويس. بعد كده هشيل المضرب خلاص، وهنا الدقيق ده كوبايتين من الدقيق بس، مش هنزل بيهم دفعة واحدة. حطيت رشة من الملح ودقيق هنا منخول نفس الكوباية اللي معايرة بيها السمنة والسكر. هقلب كده بالاسباتيولا وهنزل واحدة واحدة بالدقيق عشان على حسب ما تاخد معايا العجينة. احتمال تاخد منك الكوبايتين كاملين، وممكن تسيب منهم معلقتين، وممكن تاخدهم وتحتاج معلقة تاني ولا حاجة على حسب كل نوع دقيق وعلى حسب حجم البيضة. بعد كده بقلب كده بصوابعي، البسكوت مش بيتعجن، مش من الحاجات اللي هي بتتعجن، مش بلت فيها كده يعني. بقلب كده لغاية ما احصل على عجينة متوسطة لينة شوية، ما تكونش ناشفة عشان ما تفرولش مني. يعني هنا سبت من الكوبايتين حوالي معلقتين كده من الدقيق. بعد كده قسمت العجينة نصين بالظبط قد بعض كده بالظبط. هغطي العجينة البيضة، والعجينة التانية هحطها كده في بولة، هحط معلقة من السمنة ومعلقة من الكاكاو الخام الأسباني، وضروري هنا يكون كاكاو خام أسباني عشان يديكم طعم حلو، طعم الشوكولاتة كده. هقلب الأول الكاكاو بالسمنة كده عشان يدوب معايا كويس، وبعدين أبدأ أدخله في العجينة، أخلطه كده في العجينة. بس هنا بنضيف معلقة السمنة عشان الكاكاو بيكون زي الدقيق فبينشف معايا العجينة شوية. معلقة السمنة هتعمل تعادل كده بينهم. لميت العجينة خلاص واحطها، وضروري برضو نغطي العجينة بكيس كده بلاستيك عشان العجينة ما تنشفش مننا. بعد كده هنجيب طبق ونبدأ نكور العجينة كلها دفعة واحدة عشان تسهل علينا التشكيل. كور صغيرة كده قد البلية أو أصغر من البلية شوية، عشان احنا هنجمع كده الكور كده جنب بعض نعمل بيهم الشكل الحلزوني. فلو الكور معاكي كبيرة هتعمل معاكي البسكوتة تكون حجمها كبير يعني. انا هنا عشان ما افضلش اعمل في العجينه البيضاء وارجع اكور في العجينه البني واضيع وقت، انا هكورهم كلهم دفعه واحده في طبق واغطيهم بكيس بلاستيك ضروري عشان العجينه ما تنشفش مني. وبعدين ابدا اشكل على طول، وانا شغاله كمان كده بروح مغطيه العجينه بكيس من البلاستيك. تمام كده زي الفل. هنبدأ بقى نعمل الشكل الحلزوني الحلو ده. هنجيب 3 كور من البني و3 من الأبيض، هنرصهم جنب بعض كده، واحدة بيضة وواحدة بني، واحدة بيضة وواحدة بني، وبعدين اضمهم كده بايديا زي ما شفتوا كده، او ممكن على طبق كده، وبعدين اخدهم بين ايديا بديهم ضغطة بسيطة وابرمهم بين ايديا لفتين كده او 3 مش اكتر من كده. وبعدين اروح مبططاهم ومسوية الحروف بتاعتهم. هبصوا الشكل، بجمع كده واحدة بيضة جنبها واحدة بني، اروح ضمهم بصوابعي كده اقفلهم جنب بعض وبين ايديا بلفتين 3 على حسب بقى لفتك هتديكي الشكل. ممكن تديكي الشكل الحلزوني ده، ممكن تديكي ايه شكل تاني مختلف خالص، بس في تلك الحالات بيكون شكله حلو وبيكون طعمه حلو كمان في الاخر. خصوصا باكد عليكم يكون كاكاو خام اسباني، بيبقى طعمه حلو قوي في البسكوتات، بيبقى طعم الشوكولاته كده. سهل جدا والشغل فيه ممتع كده بصراحة، وبعدين في الاخر بيدينا الشكل الحلو ده. حجم البسكوتة بيكون متوسط، ما يكونش رقيق قوي ولا تخين قوي.
بحطهم في الصينيه مش مدهونه اي حاجه، بسيب مسافه بين كل بسكوته والتانية عشان البسكوت بيريح شويه في الفرن. في الوقت ده كنت مولعه الفرن يسخن جنب مني، بدخل الصينيه على الرف اللي في النص على الشبكه. بعد الفرن ما بيسخن بهدي النار شويه، بسيبه على الشبكه في النص مش مولعه الشوايه لمده 20 دقيقه او 30 دقيقه، لغايه ما الاقي البسكوت حسيت ان هو اخد اللون الذهبي كده الفاتح. لو ما اخدش لون من فوق بتولعي الشوايه وتوطيها وتلف الصينيه كل شويه، ياخد اللون الفاتح كده، ما تغمقوهوش وما تحمرهوش عن كده، لون فاتح كده خالص. بعد كده بطلع الصينيه من الفرن وسيبيه لما يبرد تمام، ما تجيش جنبه وهو سخن. البسكوت ده هو طالع من الفرن بتلاقيه طري كده في الصينيه، سيبيه لما يبرد خالص بتلاقيه نشف كده وقرمش كده لوحده. شايفين شكل البسكوتة؟ بوريها لكم القعر من تحت بيبين قد ايه البسكوتة هشة معانا. شايفين شكل البسكوتة كمان من جوه شكلها قمر ازاي، يعني اكنها محشية كده شوكولاتة. غير ان طعمها حلو، غير ان هو دايب ومقرمش في نفس الوقت، يعني ناعم كده وبيدوب في البق وفي قرمشة البسكوت كده، وطعمه حلو واقتصادي وعلى قد ايدينا. مكوناته ان شاء الله موجودة عندكم في البيت، بتمنى تجربوه. متنسوش اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.